لماذا يعني أو ما هي أبرز المسببات للعيوب الخلقية في القلب تحديدا؟ يعني هل يعني تناول العقاقير على سبيل المثال، تعرض للأشعة مثل باقي العيوب الخلقية التي تحدث، أم أن لعضلة القلب ميزة في أن مؤثرات ظهور العيوب الخلقية تختلف عن باقي أعضاء الجسم؟ بص حضرتك، هي مش قوي كده يعني. عضلة القلب أكتر عيوب خلقية بنشوفها هي بتبقى العيوب الوراثية اللي تنشأ عن جواز الأقارب من غير فحص للأشخاص اللي هيتجوزوا. هو الفحص الفعلي اللي قبل الزواج. اه، الفحص الفعلي قبل الزواج ده في منتهى الأهمية، لأن هو بيدينا فكرة عن تاريخ العيوب الخلقية دي في العيلتين، وده في منتهى الأهمية. ومش بس العيوب الخلقية العادية، حتى العيوب الكهربية، لأن كتير بنطلب من العيلتين إن إحنا نسأل هل في مشاكل قبل كده اضطرابات في ضربات القلب ولا لأ، لما بنكتشف إن في عيب خلقي بيؤدي إلى اختلال ضربات القلب. ومن الناحية التانية إن ده ممكن يمنع كتير من العيوب الخلقية اللي بنشوفها أو نبقى متوقعينها. لو خلاص مفيش عايزين فعلا يتزوجوا، نبقى متوقعينها ونستناها. تناول العقاقير قل دلوقتي كتير جدا عن زمان، اللي بتسبب العيوب الخلقية لأمراض القلب. التعرض للأشعة لسه لحد دلوقتي من الحاجات المهمة، خصوصا ان كتير جدا من الامهات اللي بتعمل اشعاعات او فحوصات بتكتشف ان هي حامل بعد ما تكون عملتها في اول شهرين. ما بتبقاش واخده بالها ان هي حامل، وتعمل فحص مهم تتعرض فيه لكميه اشعه كبيره جدا، وبعد كده تقول ان انا كنت بس حامل. الموجات فوق تمام. الصوتية ما تعتبرش نوع من الأشعاعات عشان الناس ما تخافش. لا، الموجات فوق في الصوتية اشعاعات موجات. معينه هي بس اللي بتقدر تعمل كده، او اللي بتسبب كده. والاصول ان دايما اي سيده بتتعرض الى فحص اشعاعي بيسبب كده، او بتاخد دواء ممكن يسبب عيوب خلقيه في الأعم، لازم الدكتور اللي بيوصف لها الكلام ده يسألها بشكل واضح ودقيق هل في احتمال للحمل ولا لأ، ولو هي مش متأكدة لازم نتأكد الأول إن في حمل ولا لأ. لكن السبب الأبرز في مصر هو زواج الأقارب، أو زواج اتنين مش قرايب لكن عندهم تاريخ مرضي العيوب الخلقية من غير ما يبقوا هم تاريخ عارفين. أسري. اه. أسري، نعم. اه. نعم. يعني مش بس لازم يكونوا قرايب، ممكن يكون حد من أسرة وحد من أسرة تانية خالص، بس عندهم التاريخ المرضي ده وأغفلوا إن هم يدوروا عليه او يهتموا بيه. لا، ده شيء مهم جدا، خصوصا ان في كتير جدا من العيوب الخلقيه لامراض القلب في مصر بنكتشفها في الكبر، في سن كبير، وبيبقى علاجها صعب جدا، وعلاجها بيبقى علاج مؤقت او بس عشان نداوي الاعراض اكتر من نحل المشكله، من اهمال الاعراض دي من الصغر. تمام. تمام. أعتقد إن كان في لاعب كرة في الأهلي توفى اسمه محمد حاجة، محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب، وده كان ناتج إن في عنده عيب في الحاجز اللي هو ما بين البطينين. نعم. المفروض إن البطين في شمال وفي يمين وفي بينهم حاجز، نعم. الحاجز ده تحت الحتة اللي بيطلع منها الدم. فلما ده بيتضخم في وقت من الأوقات، لو قفل قوي بيمنع الدم يضخ للأورطة. فده جزء منه اللي هو الدكتور حسن بيقول عليه العيب في العضلة نفسها، لا تكتشف، ملهاش أعراض غير لما يبقى بالصدفة كده حد بيسمعه يقول له ده أنت عندك روماتيزم. هو مش روماتيزم، ويلاقي حد يداويه وهو ليه علاج يعني. تمام. تمام. كلمة يسمعها يا دكتور سليمان دي مهمة قوي، لأنه ربما يشتكي مريض من ضربة ناقصة مثلا، قد أيوه. يقولها لكم، من تسارع، وأول شيء يفعله يعني أستاذ القلب أن يستخدم السماعة. هل استخدام السماعة فقط يعني يقود أو يساعد في تشخيص اضطراب في كهروفيسيولوجية القلب أو؟ بالطبع يعني، هو السماعة هي الآلة الأساسية للطبيب، ده كل الأجهزة بتاعته، سمعه وجهاز ضغط مخه. يعني مثلا التراديشن أو الطبيعي إن يجي يقول لك إن العميل بيجي بحس إن حد بينتشني من هنا كده، دي ضربة غير منتظمة. في بعض الأحيان ممكن الواحد يسمعها، ولو سمع بعدها في لغط سريع نقول إن دوت احتمال يكون عنده الحاجز اللي موجود ده زي محمد عبد الوهاب في التعبان. لكن احنا عندنا 18% من الناس عندهم ترهل في الصمام المترالي. 18%. 18 في الستات بالذات، اللي هو بيكون معاه كمان ثقب في ما بين الأذنين في بعض الأحيان. ده بيبقى معاه ضربات قلب غير منتظمة وصداع واكتئاب من غير سبب، وهو الشخص يبقى امبالسيف. اللي بيشخصوا السماعة، وبيشخصوا السماعة لما العين يقف، لأن طول ما العين هو نايم ما بسمعوش كويس،
لما بيقف بخلي الجاذبيه الارضيه تقلل الدم من القلب، فالترهل بتاع الصمام بيبقى على اقصاه. الجزء الثاني في تاريخ المرض، لازم مثلا العيان هو بيشرب قهوه كتير، بيشرب شاي كتير، عكس الريزم بتاع النوم بتاعه، زي اللي بيذاكروا بالليل وبيعملوا مش عارف ايه وكده، بياخد مهدئات، بياخد منشطات، كل الكلام ده كله له علاقة. لما اسمع كمان حد عنده ضيق في الصمام، صمام مترالي، وعنده لخبطة في ضربات القلب، دي حاجة كومن موجودة فيه، بيسموها اترال فايبريليشن موجودة فيه، وفي الحالة دي لازم اديله حاجة مسيلة للدم لانه عنده قابلية للجلطة. لما يكون في عندي عيان بيجي عنده ضيق في الصمام الاورطي، الصمام الاورطي هو الصمام اللي بيطلع الدم للجسم كله، فلما يبقى ضيق بيبقى كميه الدم اللي رايحه للجسم كله قليله. في بعض الاحيان لخبطه في ضربات القلب بتمنع الدم للجسم كله، والعيان بيأرست ويموت. فالسماعه مع فكر الدكتور من الحاجات المهمه جدا. تمام اساسيه يعني كجزء يعني ده لازم. تمام. يعني هو اللي هيقول انا هودي ده للدكتور هيثم، دكتور ايمانويل، لفلان، علشان ده هو اللي هو حط احتمالات، وده اللي بيخليه كمان يطلب الابحاث. وانا بقول لحضرتك ان احنا بنعمل ابيوز او بنستخدم ابحاث كتيره من غير لازمه. يعني يجي لي عيان عنده ضغط، اقول له اعمل لي وظائف كلى واعمل لي وانسى تحليل البول. يعني تحليل البول هو نمره واحد في العلاج، اللي هو ممكن يوريني اذا كان في بروتين في البول، اذا كان في سكر، اذا كان بنساه. ليه؟ لان هو بحث مش متداول، مع انه في الاساسيات نمره واحد. او ان العيان يجي له الم في صدره، واول حاجه اطلب له قسطره. تمام. ما اطلبلوش مثلا رسم قلب، ما اطلبلوش رسم 24 ساعه او 48 ساعه، لكن هي مشكله بتعمل فيها. ويمكن احنا من حظنا ان في مؤتمر بتاع الكتروفيسيولوجي قريب، واحنا مستضيفين واحد من الناس العباقرة في هذا النظام في المقاولين العرب يوم 22/9/10، علشان نقدر نستفاد منه في الحالات، ومجهزين له الحالات، وبنقول للناس من دلوقتي لو اي حد عنده حالة يبعتها، لان دي اسراء بقى، هو جاي ومتكلف وكده، نستفاد منه رغم ان عينيه خضراء وشعر اصفر. لان هو انا جبته هنا عشان انا بوري له الحاجات، وانا برضو لا، ما انا كان قصدي ايه بقى، يعني انا كان قصدي، لا يا فندم، انا كان قصدي ان انا اقول ربما تكون قدوم الخبراء هنا او ذهاب الاطباء الى الخارج تبادل خبرات، يعني هم يتعلمون منا او العكس. لو انا مش متعصب لمصر، اللي ما تعلمش الطب في مصر ما تعلمش كويس، لانك انت اي مرض هتلاقيه في مصر، تيفويد هتلاقي، ملاريا هتلاقي، اكتئاب هتلاقي موجوده فيه. فاللي ما بيبقى اللي منكم في القصر العيني، انتوا الاثنين في القصر العيني، اللي ما شافش هو نايب امراض شفتوها اكتر من اللي قرأتوها. تمام. فاحنا عندنا الطب على مستوى كويس لمن يجيده، زي الهندسه، زي العلوم، زي اي حاجه. تمام. دكتور هيثم، يعني الابحاث التي ستقدم ان شاء الله في 22 من اكتوبر القادم مؤكد ان لها صبغه مصريه، ويعني مثل هذه الابحاث لها طبيعتها. يعني الدكتور سليمان تحدث عن عما يتواجد على ارض مصر من تراكم خبرات او حالات ربما تكون منفرده ليست متواجده في الخارج. هل لديكم بحث يعني يستوجب التعليق او العرض؟ احنا بنعمل ابحاث متعدده في جامعه القاهره ليها علاقه بالكهروفسيولوجيه القلب. لكن لو حضرتك عايز الحاجات اللي احنا متفردين فيها في مصر، فاحنا المرض اللي الدكتور سليمان بيه كان بيتكلم عنه هو روماتيزم امراض القلب، روماتيزم بتاع صمامات القلب. هذا المرض مش متواجد في اجزاء كبيره من العالم، مش موجود غير عندنا في الهند والهند وباكستان والحمد لله احنا بنشهد تناقص في عدد هذه الحالات، لكن لسه طبعا العدد الإجمالي أكبر من الأعداد الموجودة بره. هؤلاء المرضى معرضين للإصابة باضطراب ضربات القلب، خصوصا مرض زي الذبذبة الأذينية، عشان المرض ده بيصيب الصمام المترالي، يعمل تضخم في الأذين، والأذين يحصل وراه رفرفة أذينية اللي هي اسمها الاتريال فيبريليشن. فخصائص الاتريال فيبريليشن في هذه النوعية من المرضى مختلفة تماما عن الرفرفة الأذينية مثلا في مرضى الضغط أو مرضى السكر أو المرضى اللي عندهم مثلا قصور في الشرايين التاجية. فدراسة خصائص هؤلاء المرضى بتخلينا متفردين في هذا النوع من الأبحاث. يعني هذا النوع من الأبحاث ما بيتعملش بره عشان ما عندهمش هذه النوعية من المرضى. فاحنا التركيز على هذه النوعية من المرضى هيسمح لنا ان احنا
نعرف نخدمهم في المستقبل، نعرف نطلع زي جايد لاينز خاصة بينا عشان هذه المجموعة لم يتم دراستها في الخارج. تمام. دكتور هيثم، يعني العيوب الخلقية وكذلك الحمى الروماتيزمية. الحمى الروماتيزمية كما تفضل الدكتور مانويل والدكتور سليمان بيه من الأشياء المنتشرة كثيرا في مصر، ولا تزال هناك بقية. كيف نتعرف على الحمى الروماتيزمية ونستوثق من أنها حمى روماتيزمية بالفعل، أنها ربما تتشابه الأعراض مع أعراض أخرى؟ بص حضرتك، السؤال ده هو سؤال مهم جدا او سؤال محوري، لان كتير جدا من المرضى بيجوا لي بتاريخ مرضي يقول لي اصل انا كان عندي حمى روماتيزميه في القلب وخدت بنسلين طويل المفعول، ونفاجئ ان في الاخر ده كان دور برد او دور لوز. نعم. الحمى الروماتيزميه ليها اعراض، والاعراض دي لازم كلها تحترم، ولازم كلها تكون موجوده عشان اشخص حمى روماتيزميه، مش بس سخونه. طب دكتور مش بس هيثم، يعني لوز. معذرة أنا معي مداخلة تليفونية، أستاذ سلوى من اتفضل. القاهرة ونعود إليكم. أستاذ سلوى اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا فندم. لو سمحت كنت عايزة أسأل على كهربة القلب. أنا كان جوزي يعني ضربات قلبه سريعة، والدكتور طلب مني تحاليل كالسيوم، وطلعت التحاليل الحمد لله ما فيهاش أي حاجة. بس كنت عايزة أعرف يعني من إيه، وهل دي مثلا يبقى ممكن ليها عملية ولا بتتعالج بعلاج؟ بس تحب تستفسر عن حاجة؟ تسأل عن حاجة؟ تستفسر ممكن تسأل عينة. هل حضرتك عمل حاجة غير التحاليل؟ عمل رسم قلب، عمل موجات صوتية على القلب؟ لا، هو لسه يعني عامل التحليل وهيوديها الدكتور النهارده وقال له ما فيهاش حاجة، فالدكتور حوله على دكتور كهربة قلب. فمش عارفه، هو قال له باين في شبكه في القلب طالعه على البطين، فانا مش عارفه بقى دي ايه. طيب هو غالبا هيكون عمل رسم قلب بنام عرف يوصل للتشخيص ان في بؤرة كهربائية طالعة من البطين، وهي الخطوة اللي بعد كده انه يعمل موجات صوتية على القلب نطمن على كفاءة عضلة القلب، هل كفاءتها سليمة ولا في ضعف في عضلة القلب. ان شاء الله يطلع كفاءتها كويسة، وفي هذه الحالة الضربة اللي طالعة من البطين دي تبقى مش خطيرة وما فيهاش خطورة على حياته، ممكن تبقى مزعجة وعاملة له أعراض لكن ما فيهاش خطورة على الحياة. وعلاجها هيبتدي غالبا باحتمال الأكبر إنه هيجرب معاه مجموعة من الأدوية، يبتدي بجرعات صغيرة وهذه الجرعات ممكن تزيد، ممكن يعمل يوصف دوايين مع بعض. لكن لو في النهاية مع جميع الأدوية اللي وصفها له أو حصل منها لا قدر الله أعراض جانبية، أو جوز حضرتك فضل يشتكي من نفس الأعراض، هيبقى الخطوة اللي بعد كده هي الدراسة الكهربائية. تمام. هل الدراسة الكهربائية ديت محتاجة بنج كلي، محتاجة حاجة، ولا بتتعمل ازاي؟ لا، الدراسة الكهربائية ديت نوع من القسطرة التداخلية، بتتعمل في غرفة القسطرة، بتتعمل ببنج موضعي، بندخل أساطر عن طريق الوريد شبه الكانيولا اللي بتركب فيها المحاليل. ممكن بندي حاجة تخلي المريض مرتخي، يعني مش بنج كامل لكن يبقى مش قلقان. بندخل الأساطر بتاعة الدراسة عن طريق الوريد لحد ما توصل للقلب، نبتدي نشوف ايه سبب الكهرباء الزيادة ديت، هل هي بؤرة، هل في ضفيرة إضافية. ولو نتمكن من تحديد مكان هذه البؤرة أو الضفيرة بنعمل لها كي. الكي ده عبارة عن تسخين، بنقعد نعمل تسخين لمكان الضفيرة أو البؤرة لحد ما الضفيرة أو البؤرة دي تختفي تماما. لكن ما فيهاش ألم. ما فيهاش أصل ألم. الناس بتفتكر دراسة كهربية القلب ده معناها عملية وهفتح، هي بتبقى عن طريق الوريد بتاع الفخذ تطلع للقلب بأساطر معينة ما بيحسش بيها العيان. تمام. وخليني أضيف على كلام حضرتك إن الأعراض أو مضاعفات بتاعة الدراسة الكهربائية نادرة الحدوث. المضاعفات دي لا تتعدى 10%، والمضاعفات الخطيرة لا تتعدى 1%. تمام. دكتور هيثم، لنعود إلى الحمى الروماتيزمية. بص حضرتك، الحمى الروماتيزميه مش معناها ابدا ان تحليل الميكروب السبحي بقى موجب، مش معناها ابدا ان العيان ده بيجي له لوز كتير فعنده حمى روماتيزميه. ده لازم مجموعه اعراض، منها التهاب في المفاصل، والالتهاب ده بياخد شكل معين ان هو بيتنقل ما بين مفصل للتاني، تغيرات معينه في ضربات القلب، تغيرات معينه في رسم القلب، تغيرات في الموجات فوق صوتيه، كل ده عشان اشخص الى جانب التحليل ان ده عنده حمى روماتيزميه. ساعتها ممكن ياخد بنسلين طويل المفعول وياخد ادويه قبل بنسلين اسبرين بجرعات معينه لحد ما الاعراض دي تختفي، وبعد كده ياخد بنسلين طويل المفعول.
المشكله ان اي حد بيجيله التهاب في مصر بيشخص على ان هو حمى روماتيزميه، ويبدا ياخد العلاج الى رحله طويله جدا وهو معتقد ان عنده حمى روماتيزميه. الناحيه التانية في ناس كتير قوي بيجي لهم اللوز والتهاب المفاصل وبيشخص على ان ده روماتيزم في المفاصل من السن الصغير، وياخد ادويه تانية خالص، ونفاجأ في الكبر ان هو عنده مشكله في صمامات القلب نتيجه لحمى روماتيزميه قديمه ومحدش خد باله منها. فخصوصا في الاطفال السن الصغير، لما حد يبقى عنده سخونه ويبقى عنده ضربات قلب سريعه والتهاب في المفاصل او وجع في المفاصل، مش لازم التهاب، ده لازم التشخيص بتاعه يبقى في منتهى الدقه، لان الفرق ما بينهم فروقات بسيطه جدا، لكن بعد كده العلاج وما بعد العلاج وتداعيات المرض بتبقى عنيفه جدا. طفل صغير في الاخر ينتهي بيه الى ضيق او ارتجاع في الصمام المترالي ويحتاج يعمل عمليه ويغير الصمام لمجرد ان هو اتشخص على انه لوز وخد علاج وخلاص. وفي الناحيه التانية حد كبير موهوم ان هو عنده حمى روماتيزميه قديمه وعمال ياخد بنسلين وهو ما عندوش حاجه. ف دي بيبقى ليها حاجه بنسميها كرايتيريا، بيبقى ليها مواصفات معينه، المواصفات دي ما يقدرش يعرفها غير طبيب متخصص. فاي حد شاكك في حاجه زي كده يا ريت يوديها لطبيب متخصص، لان التشخيص بيفرق كتير جدا. هي جرت العادة إن أي حد طفل بيبقى عنده سرعة ترسيب عالية يبقى عنده حمى روماتيزمية. حتى في بعض الأمهات بيقول أنا أصلا عيان عنده سرعة ترسيب. سرعة الترسيب دي لا تدل إلا أن في حاجة غريبة في الجسم. نعم. اللي بيمشي حافي ممكن سرعة الترسيب ترتفع. في بعض أو الناس الجهاز عندها الهضمي دورة نعم. يعني ده كلها موجودة فيها. المشكلة عندنا احنا عندنا سماع صوت بيسموه لغط لو الواحد عنده أنيميا، وفي أولاد صغيرة كتير عندها أنيميا، فاللي يحط السماعة ويفتكر إن دوت أنيميا فيديله حقنة البنسلين ويفقد الأنيميا. الجزء الإضافي اللي أنا لاحظته في حياتي في القصر العيني ل 50% من البنات اللي هم كانوا بيجوا لنا في القصر العيني اللي عندهم حمى روماتيزمية أدت إلى ضيق الصمام ما عرفوش إن كان عندهم حمى روماتيزمية. ليه بقى؟ بيجيله لوز والتهاب في المفاصل، فأقرب حاجة ليه إيه؟ الأجزخانة. فبتاع الأجزخانة بيديله أسبرين عشان نزل الحرارة، وبيديله مضاد حيوي مش كافي، اللي هو بيطلق عليه الجرعة. بيقطع العلامات اللي احنا ممكن نستفاد منها وهو موجود فيها. لذلك هناك بعض الأخطاء دكتور سليمان بيه في مدة تناول المضادات الحيوية في التهابات الحلق، والمدة المثلى يعني يفضل أن تذكرها سيادتكم نصا، إضافة إلى يعني الأخطاء التي يقع فيها العامة أو ربما بعض الأطباء. الالتهابات لا يقل مضاد حيوي عن 10 ل 15 يوم، حتى لو الأعراض انتهت من أول أو تاني يوم. تمام. الحاجة التانية إن احنا في الحمى الروماتيزمية بنستخدم جرعات كبيرة من الأسبرين، بنستخدم 60 مايكرو لكل كيلو، يعني بعض الأحيان بنوصل ل 12 قرص أسبرين في اليوم. 12 في 310؟ في 320. 320. فبتاع الأجزخاني يقول ده ينتحر، ده كمية كبيرة، أقل من الجرعة ديت ما بيجيبش نتيجة. طب والمرحلة السنية كام يا فندم؟ من 6 سنين فما فوق، لأن هو بيجي من 6 سنين فما فوق. احنا بنتكلم على بادي ويت، احنا بنتكلم 60 لكل كيلو، فاحنا بنحسبها بالكيلو موجودة فيه. بالظبط زي مثلا يجي عند عيان عنده تورم في جسمه كله ونكتب له لازكس 500 مللي، هو الحقنة 20 مللي، يعني ده قد حوالي كام حقنة؟ 25. فالدكتور بتاع الصيدلية يقول لا ده جرعة مميتة، ده الحقنة الواحدة بتنزل بول كتير. ما الحقنة الواحدة بتنزل بول كتير، بس ده موصوف له الحاجة زي كده. يعني التخصص ده بيبقى مشكلة. عايز أضيف بس للزملاء يعني حاجة، إن الأولاد اللي بيجي لهم التهابات في المفاصل وثم بعد كده التهابات في الحلق، يجب إنهم يعملوا مزرعة عشان نشوف انهي ميكروب موجود فيه اقرب الى كده. لانك انت لا تتصور ان حقنه البنسلين دي حقنه جبس مؤلمه جدا بالنسبه للطفل اللي هيفضل طول كل 21 يوم بياخد الحقنه. وللاسف لما ما ياخدش الحقنه ويجي له اي الام يقول اهله يقول لانك انت ما خدتش، فالدكتور يكمل. احنا ما عندناش بحث في مصر لغايه دلوقتي بيقول ندي الحقنه امتى فور هاو لونج، فتره قد ايه. تمام. ما عندناش بحث في مصر، وانا اتمنى احنا نعمله. الى الان ما فيش عندنا حاجه تقول امتى ادي الحقنه ده، واحنا ودي لغايه سن كام سنه. انا شفت في القصر العيني 53 سنه عنده نشاط روماتيزمي، وهو في الكتب كلها
بعد 30 15 5 ل 25 25 حسب ما نادر يقال. يعني. نعم. نادر موجود فيه. فاحنا عندنا طريقه الهيجين، عندنا الصحه العامه مش كويسه بعافيه، الرعايه الطبيه بعافيه، لكن احنا عندنا مجموعه امراض زي ما الدكتور ايمانويل قال ان احنا بنشتغل على مرض منتشر عندنا، والمفروض احنا نعلم منه العالم، اللي هو الاتريال فايبريليشن ده ازاي نعمله. يمكن الدكتور ايمانويل بيكوي الاطراف اللي هي بتوصل حوالين الوريد الرئوي نعم. علشان يقطع السيركل اللي موجوده فيها، ودي حاجه بتاخد وقت وبتاخد خبره، وهي خبره عندنا تفوق الخبره الاجنبيه، مش لان احنا اشطر منهم، عشان عندنا حالات مرض أكثر. كتير نعم. قوي. نعم. مشاهدينا الكرام، يعني كثيرا ما يقال بأن خبرات المصريين في أمراض المزمنة متواجدة لديهم أكثر من يعني مما يتواجد في الخارج. وإذا كان لدينا معهد تيودور بالهرس الذي زاره الألماني تيودور بالهرس، ووجد أو حسب ما قال بأن الرجال المصريين يحيضوا مثل صح. النساء نظرا لوجود البول أو الدم المتواجد في البول وغيره من الأمراض، إضافة إلى أن هناك تصنيفات على سبيل المثال التراكوما عندما تم تقسيمها قيل بأنها تم تقسيمها على تصنيف مصري، وغيرها من الكثير من الأمراض. حتى التردد الحراري، فهناك من يجري تردد حراري في مصر أضعاف المقاييس الدولية. صح. وأيضا في أمراض القلب كذلك. هذه جزئيات إذا كانت تدعو للفخر من خبرات مصرية متراكمة في كثير من الأمراض، لكنها تدعو إلى صحوة أو الحاجة إلى صحوة طبية لدى المرضى. ونتمنى أن ألا تتواجد مثل هذه الأمراض، ويكون التعليم في مثل هذه الحالات